السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم سوبر ماما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة فيديو بقى خاص للبنات فقط، للبنات بس. ممنوع بقى لو سمحتي كده دخول الرجالة او اي شاب. النهاردة ان شاء الله يا بنانيت هتكلم عن تاخدي ايه في شنطة الكلية. يلا بينا الجزء الاول بارت 1. اول حاجة انا عايزة تكون شنطة الكلية دي بسيطة. يعني ايه؟ يعني هنحط فيها ايه؟ بصوا، بسيطة بمعنى ان هي ما تكونش زي الشنط بقى اللي نحط فيها الميك اب وبتاع. احنا رايحين كلية، يعني نجيب حاجات خفيفة كده ونلتزم. اولا شنطة الكلية بتبقى شنطة صغنطوطة كده خفيفة اهي. وبرضو في بنات بتحب اللي هي الشنط اللي بتبقى زي دي كده اهي، يشيلوها على ظهرهم عادي، مفيش مشكلة حسب الشنطة اللي انتي بترتاحي لها. بس انا عامة يعني هعمل على اساس الشنطة الصغنطوطة البسيطة دي. بصوا حبايبي، اول حاجة هناخد ايه في الشنطة؟ بسم الله. طبعا اول حاجة لازم يكون معانا الكحول بتاعنا اهو، وطبعا الكمامة. انا طبعا ما عنديش الا دي، او انتي بتبقي واخدة الكمامة اللي بتبقى في الكيس طبعا انتوا عارفين، لكن دي كمامة قماش. بس انا يعني علشان اوريكم اوضح لكم يعني هتاخدوا ايه. يبقى اول حاجة الكحول والكمامة. تمام اهو. هنفتح الشنطة بسم الله، وهنحط هنا في الجيب الاولاني الكمامة او عفوا الكحول. طبعا انتي هتبقي لابسه الكمامه وانتي طالعه الصبح، او حابه تلبسيها وانتي في المواصلات مفيش مشكله اهو. تاني حاجه ويمكن نسيت اقول ان هو اول حاجه المصحف. طبعا لو انتي مسلمه هتبقي معاكي مصحف صغنون زي ده، علشان وانتي مسافره للكليه تقدري تقري الورد بتاعك بكل بساطة وما فيهوش اي مشكلة. وطبعا لو انتي برضو مسيحية اكيد بيكون في اجزاء بسيطة كده من الانجيل تقدري برضو تاخديها معاكي وتقدري تقرأي منها او تقرأي من على تليفون. فانا بصراحة ما بحبش اروح في حتة الا وانا معايا مصحف صغنن زي ده، فبرضو ده شيء اساسي برضو خليه معانا اهو، نحطه هنا. تاني حاجة بقى لازم يكون معاكي مناديل نوعين 2. اول حاجة المناديل العادية اللي هي العادية خالص بتاعتنا، وتاني حاجة الوايبس. المناديل الوايبس دي طبعا بتاعت بيبيهات، انت بتكوني جايبة بقى مناديل ايه الصغنطوطة شوية عندي. المناديل الوايبس مهمة جدا في ايه يا بنات؟ دلوقتي انت ممكن تخشي الحمام فما تحتاجيها اللي هي دي، وممكن برضو تحتاجي دي. طيب ممكن برضو انتي فطرتي مع زمايلك وكده في الكافيتيريا او كده ومفيش مكان مثلا تغسلي بيه ايديكي او كده، برضو الوايبس حلوة جدا تقدري تستعمليها وترميها في الحال. يبقى مفيش غنى طبعا عن المناديل النوعين دول في الكلية ومهمين جدا اهو. تمام، ده شريط بنادول. دي بقى من عندي انا. ليه ناخد بنادول معانا الكلية؟ احيانا بيبقى اليوم بتاع الكلية طويل فممكن تصدعي، فيبقى معاكي شريط بنادول. وعلى فكرة البنادول ده البنادول الازرق، بلاش البنادول الاحمر لانه تقيل، لكن الازرق نص حباية كده لو حسيتي باي صداع. طبعا لازم تكوني واكلة كويس جدا، يعني الصداع ده ناتج عن الارهاق مش صداع ناتج عن نقص اكل، لا يعني مرهقة ممكن تاخدي نص حباية وان شاء الله على ما تروحي تكوني بدأتي تبقي احسن. بنادول. لازم يكون في جيبك فراولة توفي اي حاجة. ليه بقى؟ لان لو انتي مثلا في المواصلات لسه مفطرتيش وحاسه انك دايخه او تعبانه او كده، تاخدي فراولايه وان شاء الله تبقي احسن. فبرضو الاحسن يكون معانا فراولايه او حاجه بسيطه كده نحطها في بقنا، حتى يعني تغير ريحه الفم وكده. تمام، مش لبان، ده توفي عشان محدش يقول لي انتي طالعه تقولي لبان واحنا رايحين الكليه، ده توفي فراوله يعني. طبعا متنسيش المحفظة بتاعتك اللي يعني يفضل تكون صغنطوطة كده، متاخديش بوك كبير لان تحطي فيها الكارنيه والبطاقة الشخصية بتاعتك وطبعا الفلوس بتاعتك. لازم تكون بسيطة وصغنطوطة كده على قد الشنطة عشان احنا حطينا حاجات كتير قوي ورا اهو. لونة
لونة اهي بسيطة خالص، مش قلم روج عشان محدش يقول لي ايه ده واحنا هنروح الكلية بقلم روج، ده لونة ومكتوب عليه اهو لونة. طب ليه هاخد لونة؟ علشان في بنات شفايفها بتبقى مشققة فبتتجرح وبتتعور وبتجيب دم وممكن تعمل مشاكل، فممكن تحطي منها قبل ما تنزلي، وممكن برضه تحطي منها في الحمام، وهي بسيطة جدا وملهاش لون على فكرة. اللونة بتبقى خفيفة خالص، ما ناخدش روج يا جماعة وكحل والحاجات اللي احنا بنشوفها دي، احنا رايحين كلية مش رايحين يعني مش فرح، تمام. فاللونة حلوة جدا برضو، وهتساعد ان انتي طالعة الصبح الساعة 6 او الساعة 7 رايحة الكلية او رايحة حتى الامتحان، في ان شفايفك ما تبقاش متشققة وتعبانة. حلوة برضو. دي اهم حاجة بقى، الفوطة اليومية. دايما اليوم بتاع الكلية بيبقى طويل، يعني اعزكم الله لو في بيريود او في مثلا اي حاجة لازم تكوني عاملة حسابك، حتى لو مش معدة دايما يبقى في شنطتك فوطة يومية، علشان خاطر تتفادي اي حاجة او اي موقف محرج ممكن يحصل، سواء في بيريود او مفيش. لازم يكون الفوطة اليومية في شنطتك تحسبا لأي ظروف، احنا بنبقى برا ومش عارفين هنرجع الساعة كام، وفي نفس الوقت انتي في الكلية اكيد ما فيش جنبك صيدلية او كده علشان تطلعي تسيبي المحاضرة وتروحي تتصرفي، لا خليه برضو في شنطتك افضل واحسن. الفلوس الفضة مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ممكن وانتي راكبة مواصلات راكبة قطر، الفلوس الفضة بتنفع جدا جدا، خليها برضو معاكي. خليها بقى يفضل تحطيها بصي في الجيب اللي بيبقى من بره كده، علشان وانتي راكبة اهو ما تحتسيش وتقعدي تدوري في البوك وتطلعي البوك، وطبعا بيبقى حواليكي ناس فما تحاوليش تلفتي النظر ليكي بالذات وانتي في المواصلات. ربنا يحفظ كل بناتنا يا رب. طبعا اخر حاجه بقى وليس باخرا الكشكول بتاع المحاضره، هو دي كراسه بسيطه بس انتوا بتبقى معاكم كشاكيل كبيره بس انا بوضح يعني الفكره. الكشكول بتاعك، وطبعا القلم بتاعك، وطبعا لو انتي بتحبي تلبسي نضاره شمس يكون معاكي النضاره بتاعتك تلبسيها وبس. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وقدرتوا تستفادوا منه حاجات بسيطة. انا لما كنت بروح الكلية كانت هي دي الحاجات اللي بتبقى معايا اساسيات، يعني ما كنتش باخد لا روج ولا كحل ولا الكلام ده نهائي، انا اصلا كنت بلف الطرحه ونازله على السلم فيعني مش قصدي، يعني قصدي ان يعني يا ريت البنات ترجع زي زمان، يا ريت نرجع بنات كده بسيطه ومش مجرد رايحين الكليه علشان نبقى شكلنا، يعني يا ريت نحافظ على ده. يا رب يحفظ بناتنا جميعا ويحفظكم كلكم يا رب. ولو بتمتحنوا ربنا يوفقكم ويصلح حالكم، وطبعا لو بتمتحني مش هتاخدي بقى الكشكول، هتاخدي الملزمه اللي بتراجعي منها. دمتم سالمين وبألف خير، يا رب يكون فيديو بسيط على قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.